علشان تربي ولادك دلوقتي بنسبة 100% مش هتعرف تربيهم زي ما انت عايز للأسف يعني. لأن العالم بقى منفتح جدا وانت مش عارف هم بيشوفوا ايه ولا بيعرفوا ايه ولا بيصاحبوا مين ولا اي حاجة خالص. فهو موضوع التربية دلوقتي 80% منه انت مش متحكم فيه، لأن في دروس وفي صحبة وفي موبايل. فانا متهيألي ان انت علشان تربي صح، انا بفضفض يعني، انا مش عارف اللي انا بقوله ده صح ولا غلط. لان انا بمر برضو بنفس الظروف دي. انا اعتقد عشان تربي صح لازم ما يبقاش فيه موبايل. لازم العيال تنزل الشارع، وينزلوا الشارع وهم صغيرين ويبقوا تحت رقابتك. يعني لان هو لو نزل متأخر هينزل هيتصدم، يعني هياخد صدمة حضارية ومش هتعرف تسيطر عليه. فهم لازم ينزلوا الشارع ويبقوا تحت رعايتك. واعتقادي برضو ان جزء كبير من التربية هو ممكن توصل ل 80% او 90% هو دعاء. يعني انت مفيش في ايدك اي حاجة خالص، يعني انك انت تدعي ربنا ان هو يعني ربنا يهديه ويصلح حاله ويبقى ذرية صالحة. جزء كبير ان هو تتصدق بنية ان ربنا يكرمهم ويبقوا ذرية صالحة. انما الاسباب المادية كلها مش بتاعتنا خلاص، لان هو كده كده هينزل الشارع وكده كده هيصاحب وكده كده هيقابل صحبة سيئة وناس كويسين وناس وحشين. فهو الاساس في الموضوع ده رأيي انا يعني، وزي ما بقول لك او بقول لكم يعني ان انا بفضفض معاكم. ان جزء كبير ان احنا ندعي وان احنا نتصدق بنية ان هم يبقوا كويسين. ولازم لما يرجعوا البيت يلاقوا فيه كلام كتير عن ربنا وعن الصح والغلط وعن الحلال والحرام. لان هو ده الملاذ في اعتقادي يعني. مفيش حاجة تاني نقدر نعملها بس يعني.